اللهم بلغنا رمضان. النهاردة هنزل لكم ريفيو عن مكنسة بوش الألمانية اللي هي موديل 4. هنعرف ازاي اشتريتها، ولما اشتريتها اونلاين ايه المشكلة اللي حصلت معايا وازاي حلتها، وهنشوف مميزاتها وعيوبها، وهقول لكم بعد استخدام وغسلت السجاد بيها، وهنعرف كل محتوياتها وازاي تقدري تتعاملي معاها، وهنعرف كل التفاصيل بس بعد الفاصل الصغير ده. اهلا وسهلا بيكم على قناتي. انا قناة عالم ايمي ويومياتها. لو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس على الكل ووصلوا الفيديو لأعلى اللايكات. اهلا بكم من جديد. دلوقتي هنشوف مع بعض محتويات مكنسة بوش. هي اساس المكنسة الماني، بس التوكيل بتاعها ساعات بيبقى بولندا او في تركيا. ديت التوكيل بتاعها انا جايباه من بولندا، يعني البلد اللي هي صنعتها بس بخامات ألمانية هي بولندا. تمام، بس الشركة بوش معروفة ان هي شركة ألمانية. زي ما انتم شايفين دي محتويات المكنسة. اول حاجة دي القطعة اللي بنغسل بيها السجاد. تقدري تستخدمي الجزء دوت الخاص باي سوائل بتبقى على السيراميك، تقدري تستخدميه وانت بتغسلي السجاد عادي. ده الخرطوم الخاص اللي احنا بنركبه فوق خرطوم المكنسة اللي هي العادية، بيبقى فيه خرطوم بيتركب فوقها بكليبسات زي ما انتم شايفين. طبعا عشان تستخدمي الخرطوم دوت بيبقى فيه طبعا جزء مخصوص ان انت تحطي فيه المية والمادة المنظفة اللي بتبقى معاه هدية، وبعد كده ممكن تستغني عنها طبعا وتشتري اللي هو اللي بيغسل من غير رغوة من ماي واي، لان طبعا سعر المسحوق او السائل ده بيبقى غالي جدا. القطعة اللي معانا ديت بتاعت الباركيه. لو عندك باركيه بقى وخشب في الارضيه تقدري انت تستخدمي دوت، او تستخدميها على السيراميك عادي، لان بتبقى مكنسه خشنه كده شعرها خشن، بتقدري انت تستخدميها عادي مفيش مشكله. تمام. بالنسبه للمشكله اللي حصلت بقى معايا اونلاين، للاسف اشتريتها من امازون، فطلع فيها عيب ان هي هوريكم الصوره في الاخر، وهوريكم بردك محتويات المكنسه في الاخر خالص. طبعا في قطعه الجزء اللي فيه الفلتر وبيتحط في الجردل الابيض دوت اللي بيبقى فيه ميه، طبعا ما كانش عايز يدخل، فطبعا ده عيب، فبالتالي اتصلت بيهم جم خدوها وكان موضوع يعني. المكنسه دي انا اشتريتها من ايهاب سنتر اللي هو في اسكندريه. قعدت الف كتير على المكنسه ديت وقعدت سنه ان انا اتابع طبعا ريفيوهات عنها وكده. طيب نكمل نقول القطعه ديت بتاعه الازاز. تقدري تعملي شبابيك الازاز بتاعتك، او برضك تقدري تعملي بيها لو في ميه اتكبت على الارض تقدري تشفطي الميه. طبعا سعه الجزء اللي بيتحط فيه الميه للغسيل او كده بيبقى الساعه بتاعته صغيره، دي من ضمن العيوب فيها، بس عادي يعني احنا يعني اكتر ما هنعمل سجاده سجادتين بالكتير، يعني لو هنعمل في اليوم، او يعني نخليها كل شهر مره نعمل سجاده يعني. تمام. الجزء دوت طبعا خاص بالانتريه، تقدري تستخدميه لغسيل الانتريه بالخرطوم بردك بترشي الاول، لان في غلطه انا وقعت فيها اول ما غسلت السجاده. كنت بحسب ان الخرطوم بيشتغل مع ان انا بغسل، فبالتالي الميه كانت بتخلص مني وانا مش عارفه ان ده مش صح يعني. لا، لازم ارش الاول بالخرطوم الميه وبعد كده ارجع ان انا اشفط بالجزء الخاص بالسجاده. تمام. زي ما انتم شايفين ديت الجزء الخاص باليد المكنسه الستانلس، في سهمين طبعا، سهم تحت وسهم فوق، تقدري ان انت تفتحي بيه تطولي اليد بتاعت المكنسه. بصراحه خامتها جميله جدا عجبتني، مقارنة بمكنسة توشيبا اللي بهدلتني. كل شوية اجيب لها قطع غيار، ومن اول ما جبتها وهي مبهدلاني وحشة جدا. الايد بتاعتها كل ما تيجي تستخدميها تقع منك، يعني حاجة فظيعة. ان شاء الله هحاول ان انا احط لكم صورتها وانتوا تقارنوا بنفسكم بين توشيبا وبين بوش الألمانية. هي ماركة بصراحة وخامتها حلوة. زي ما انتوا شايفين الجزء دوت بيتركب مع الفلتر اللي انت هتحطيه في الجردل اللي هو بيتحط، او الجزء البلاستيك اللي بيتحط بيشفط منه
التراب والحاجات دي بتحطي له فيه ميه. طبعا لو انتوا عايزين شرح عملي بالتفصيل وطريقه استخدامها النهارده هنعمل، بس هنكتفي بالريفيو وهنشوف كل القطع اللي موجوده. زي ما انتم شايفين الخرطوم بجد قوي جدا، اول مره اشوف خرطوم بالشكل ده ما شاء الله يعني. لا عجبني وعجبني الخامه بصراحه، ماركتها حلوه والمنتج خامته حلوه. بالنسبه للتوكيل بقى وقطع الغيار، لو انا بقى عايزه اغير بيبقى في توكيلات في كل حته، تعرفي مكانها في المحافظه بتاعتك وبتتصلي بيهم تقول لهم والله القطعه الفلانيه باظت معايا وانا عايزه، لان انا اتصلت طبعا كتير وقلت لهم يا جماعه طب حاجه باظت مني هعمل ايه، مش عايزه طبعا ان انا ايه ابقى محتاره مش عارفه اروح فين وابقى انا كده ايه ركنتها. فلا يعني هي جايبه حاجه قيمه تعيش معايا، وفي نفس الوقت بعملها بالراحه، ما يعني ما بضغطش على المكنسه قوي، لا يعني حاجه كده بحافظ عليها، لان بجد يعني حاجه هتريحك لو انت حافظتي عليها، هتريحك جدا وهتعيش معاكي ومش هتحتاجي ان انت تجيبي قطع غيار. بالنسبه بقى طبعا بعض القنوات بتشتكي ان قطع الغيار غاليه، ما اكيد طبعا لان حاجه مستورده اكيد طبعا القطع بتاعتها بتبقى غاليه، بس طبعا التعامل معاها بحذر وتجيبيها تحافظي عليها واول باول تنظفيها وما تهلكهاش في الشغل. طبعا بيبقى معاكي مكنسه تانية عاديه بس دي بتنفع في الغسل، بتنفع في الشفط. وكمان انا من النوع اللي عندي حساسيه، ريحه المكنسه لما بتيجي تطلع التراب ويشفطها وبتطلع ريحه كده المكانس العاديه، فبالتالي دي لما بتحطي ميه في الجردل بتاعها الخاص بالشفط بتشفط لك التراب جوه الميه على طول، فبالتالي ما بتحسيش بالريحه او حاجه زي كده، وفيها اكتر من فلتر. طيب دلوقتي ده الجزء بتاع المكنسه الرئيسي، حلو جدا عجبني الستايل بتاعته ومميزاته ان هو مدور، وفي هنا الجزء اللي لو مثلا دبله وقعت منك او مسامير او حاجه عايزه تجيبيها بتحطي الفلتر ده هنا في الشكل دوت تمام، وبيجيب لك طبعا اي حاجه معدنيه فيه. وده الجزء العادي اللي بيتحط، والجزء الكيرف بتاعها ده حلو جدا يشفط معاكي اي اتساخات. وهوريكم شكل الجردل لما شفطت فيه الاتربه بعد ما غسلت السجاده تمام، هتلاقوا مأساة يعني. لا هي مميزاتها اكتر من عيوبها بصراحه تمام. وده شكلها في عجل هنا وعجل هنا، وطبعا الزرار بتاعها اللي نتكي عليه تمام، وبيبقى فيه شعر او جلد لو حبينا ان احنا نشفط السجاده كويس. ولو حبيتي تنيمي المكنسه تتكي على الجزء اللي هو ما فيهوش مكنسه او جلد ده يعني، فبينام المكنسه على السجاد بطريقه حلوه جدا، فيها 3 سرعات. ده السائل اللي معاها، ده سائل بدون رغوه، والسائل اللي هو بتاع تنظيف السجاد ده طبعا بتستخدميه وما بتجيبوش تاني طبعا لان هو غالي جدا، هو يعني عاطينهولك هديه مع المكنسه تمام. بالنسبه للمميزات بتاعتها هي حلوه جدا، سهله استخدام. في ناس بتقول دي تقيله، لا مش تقيله، بتشيليها عادي من اليد بتاعتها، واليد بتاعتها ثابته ما بتطلعش معاكي. في مكانس تشيليها تقوم اليد بتاعتها طالعه ومفتوحه منك، لا الحمد لله دي ثابته. وفي الزرار اللي في النص ده الرصاصي دوت بيبقى ده السنكره اهو زي ما انتم شايفين، بنتكي عليه يتفتح، تكي عليه تاني يتقفل. ده الجردل اللي بقول لكم عليه بيبقى جواه فلتر. وعايزه اقول لكم نصيحه، ما تستخدموش الجزء القماش بتاع المكنسه، اركنيه ملوش اي لازمه، لانه اول ما بيتوسخ بتغيريه ولازم تجيب واحد تاني. لا الافضل انت تكنسي بالميه، يعني تحطي ميه بدل الجزء دوت، استغني عنه خالص ملوش اي لازمه، حطيه على جنب يعني. وبتحطي ميه في الجزء دوت وفي معيار معين، وطبعا بتحطي مانع الرغوه وبتحطي بقى الفلتر عادي وبتقفلي الجردل وبتشفطي عادي زي كأنك بتكنسي عادي. بصراحه كنسها نضيف جدا وجميله. الجزء ده بقى الخاص بغسيل السجاد بيبقى ليه معيار، بتحطي الميه وتحطي الجزء اللي خاص السوائل يعني المنظفه للسجاد تمام. تعالوا نشوف بقى العيب اللي انا لقيته لما اشتريتها اونلاين من امازون. بصوا هنا الجزء ده ما كانش عايز يقفل نهائي، كنت بضغط عليه، شوفوا حاجه صغيره بس ما كانتش عايزه تقفل، ودي الحاجه اللي ضايقتني. بس الحمد لله اشتريتها من اب سنتر في اسكندريه، اشتريتها اونلاين بسعر كويس جدا وكان عليه عرض، مكنسه حلوه جدا. العيب اللي فيها برضك بالنسبه للسلك، يعني لما بتيجي تشديه ماشي بيتشد تمام، تيجي تشفطيه لجوه لازم تقعدي تزقيه بايدك، ما فيش قوه الشفط الجامده اللي السلك يخش جوه يعني بسرعه يعني. بالنسبه لعيوبها برضك ان
الناس اللي مش عايزه ان هي يبقى في كركبه كتير، لسه هركب خرطوم ولسه يعني محتوياتها كتير بس حلوه وبصراحه عجبتني. ودي من ضمن عيوبها السلك، وسعة اللي هو الخاص بالغسيل صغير بس معقول بالنسبة لي أنا. المميزات بتاعتها يعني عاملة لي رضا. في طبعا ناس مميزاتها ما تبقاش كافية عندهم قوي، والعيوب بتاعتها مش مشكلة. بالنسبة لمكانس التانية ما عنديش أي مشكلة يعني. بالنسبة أنا جربتها في غسل السجاد هي حلوة. وطبعا لازم السجاد ما يبقاش وسخ قوي قوي قوي، لا يعني انت طبعا بتحاولي تحافظي عليه اول باول وتعمليه كل شهر. مش هتحتاجي ان انت تغسليه عند حد ولا تغسليه في الحمام ولا اي حاجه بصراحه. في فلاتر كتير وعجبتني جدا. ان شاء الله احاول اجرب كمان غسيل الانتريه، وان شاء الله لو عايزين ان احنا ننزل كل حاجه عملي اكتبوا لنا في التعليقات وشجعونا عشان ان احنا ننزل لكم كل دوت قبل رمضان ان شاء الله. ودي طبعا الاجزاء الخاصه بالشفط الجاف زي اي مكنسه. احلى حاجه ان هي كل حاجه موجوده فيها جواها عشان ما تتنطرش كده ولا كده. وفي مكان لايد المكنسه تقدري ان انت تركبيه فيها وتخلي المكنسه يعني واقفه كده وثابته ما تبقاش واقعه في الارض. وعايزه اقول لكم ملحوظه، المكنسه ديت ساعتها 2000 واط، اوعوا تجيبوا 1700 هاتوها 2000 واط. بصوا يا جماعه ده شكلها لما غسلت السجاده مطلعه يعني مش عارفه اقول لكم حاجات كتيره. ده الجزء اللي قلت لكم عليه. لو في خاتم ضايع منك او دبله او حاجات معدنيه بتشفطيها في الجزء دوت. ودي القطع الخاصه بالمراتب. ودي القطع لو سوائل وقعت منك اي حاجه بتشفطيها حتى لو كانت بضايه يعني. وبكده نكون خلصنا معاكم الفيديو. لو عايزين تعرفوا الاسعار اكتبوا لنا في التعليقات وهقول لكم على كل حاجه. اشوفكم في فيديو جديد واتمنى تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.